العاشرة تماما بتوقيت العاصمة أسمر. إلى حضراتكم نشرة الأخبار مستهلة إياها كالمعتاد بأهم وأبرز العناوين. إصابة مواطنة واحدة بفيروس كورونا وشفاء 12 مواطن. نمو جيد للمزارع في عدقيح. بناء مدرسة ابتدائية في منطقة مقركة بالقاش بركة. المنقوش مجموعات من المقاتلين الأجانب بدأت بالخروج من ليبيا. الجزائر تستدعي سفيرها في باريس احتجاجا على تصريحات وصفتها بغير المسؤولة لماكرون. مقتل 4 أفغان بينهم صحفي و2 من طالبان بهجوم في نانغرهار. ومن العناوين إلى التفاصيل، مرحبا بكم. تعلن هيئة الكهرباء توقف خدمات الكهرباء في أجزاء واسعة من البلاد لعطل فني غير طبيعي في المحطة المركزية لتوليد الطاقة الكهربائية في حرقيقو. وقد اتخذت هيئة الكهرباء الخطوات اللازمة لحل المشكلة سريعا وتأمين خدمات الكهرباء في الأيام الثلاثة القادمة. وننتقل إلى خبر آخر، حيث أظهرت الفحوصات المخبرية التي أجريت اليوم في مراكز العزل بالإقليم الجنوبي إصابة مواطنة من دبربة بفيروس كورونا. في غضون ذلك شفي 12 مواطن من مرض كورونا في الإقليم الأوسط، وبهذا بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد حتى الآن 6723، شفي منهم 6650 وتوفي 42 مريضا، فيما لا يزال 31 مرضى يتلقون العلاج في المستشفيات. وزارة الصحة 3 أكتوبر 2021. أفاد مكتب الزراعة في مديرية عدقيح بأن معظم المزارع في وضع جيد. وأوضح خبير تنمية النباتات في المديرية السيد أبراهام بيني النمو الجيد للمزارع الذرة والبقوليات المزروعة في مساحة 6362 هكتار نتيجة قذارة الأمطار. ودعا المزارعين الإسراع لجمع المحصول توخيا من الأمطار المتأخرة التي تتلف الزرع. دشنت في 2 أكتوبر مدرسة ابتدائية في منطقة مقاركة مديرية لوغو عنسبة إقليم القاش بركة، شيدت بتكلفة بلغت حوالي 1,300,000 نقفة. وتضم المدرسة التي شيدت في منطقة ورحسب 5 فصول دراسية ومكتبين. وأوضح مسؤول التعليم في المديرية الأستاذ طه برهاني أن تشييد المدرسة يحل مشكلة التعليم الأكاديمي في المديرية ويسهم في رفع المشاركة في مائدة التعليم. وألقى كل من حاكم الإقليم سعادة السفير محمد علي حروي ومدير المديرية السيد أبراهام حقوس داعيا فيها الآباء لإرسال أبنائهم إلى مائدة التعليم وضرورة المتابعة والتحفيز. كما أوضح في مراسم التدشين بأن المدرسة تقدم الخدمات التعليمية للطلاب القادمين من مناطق مقركة وورحساب ودقداشم. هذا وتوجد في مديرية لوغو عنسبة 35 مؤسسة تعليمية تقدم التعليم الأكاديمي من رياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية. أفاد مكتب الزراعة في مديرية عدقيح بأن معظم المزارع في وضع جيد. وأوضح خبير تنمية النباتات في المديرية السيد أبراهام بيني النمو الجيد لمزارع الذرة والبقوليات المزروعة في مساحة
6362 هكتار نتيجة قذارة الأمطار. ودعا المزارعين الإسراع لجمع المحصول توخيا من الأمطار المتأخرة التي تتلف الزرع. استشهد المناضل المعاق قلتها الدرع نور ودي درع يوم 2 أكتوبر عن عمر 88 عاما. التحق المناضل قلة درع بصفوف قوات جبهة التحرر الإريترية عام 1963 وانضم عام 1777 في صفوف الجبهة الشعبية لتحرير إريتريا وخدم شعبه ووطنه بتفان وإخلاص. والمناضل قلة درع ودي درع رب أسرة وأب ل5 أبناء. وقد وري جثمانه الثرى ظهر اليوم الأحد 3 أكتوبر في مقبرة الشهداء بأسمرة. وتعرب وزارة العمل والرعاية الاجتماعية عن بالغ حزنها لوفاة المناضل قلة درع نور وتقدم تعازيها الحارة لأسرته ورفاقه وأصدقائه. فاصل ونعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي، رجاء ابقوا معنا. قالت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش اليوم الأحد إن مجموعات من المقاتلين الأجانب خرجت بالفعل من ليبيا، فيما وصفتها بأنها بداية بسيطة جدا. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح. وقالت المنقوش ردا على سؤال حول صحة أنباء عن خروج مقاتلين أجانب من ليبيا: الخبر صحيح، ما زلنا نسعى لخروج أعداد أكبر. وتابعت: ما زلنا نسعى إلى تنظيم أكبر وشامل لخروج المرتزقة. يأتي هذا بينما نقلت وسائل إعلام ليبيا السبت عن عضو اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 الفيتوري غريبل قوله إن اللجنة ستجتمع في جنيف نهاية الأسبوع الحالي. وأوضح أن أجندة اللقاء لم تحدد بعد، لكنه قال إن تحديدها سيكون في أول جلسة وإن القوات الأجنبية من ليبيا. ومنذ سقوط نظام معمر القذافي في عام 2011 غرقت ليبيا في حرب أهلية وفوضى أمنية وانقسام سياسي، لا سيما بين شرق البلاد وغربها. وقد شاركت في الاقتتال ميليشيات محلي، وشكلت برعاية الأمم المتحدة حكومة واحدة مؤقتة في مارس الماضي يترأسها عبد الحميد الدبيبة لإدارة الفترة الانتقالية وصولا إلى الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقررة في 24 من ديسمبر. لكن الخلاف حول قانون الانتخابات وجه ضربة لجهود التسوية التي تدعمها الأمم المتحدة للخروج من الأزمة. استدعت الجزائر سفيرها من باريس متهمة فرنسا بالتدخل غير المقبول في شؤونها. وقالت الجزائر إنها ترد على تصريحات وصفتها بغير المسؤولة نسبت إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ولم يتم نفيها. ونقل عن الرئيس الفرنسي قوله إن الجزائر كان يحكمها نظام سياسي عسكري له تاريخ رسمي لا يقوم على الحقيقة بل على كراهية فرنسا. ويأتي الخلاف الدبلوماسي بعد أيام من خفض فرنسا عدد التأشيرات التي تصدرها لمواطني الجزائر ودول شمال أفريقيا الأخرى. وقالت الجزائر في بيان صادر عن الرئاسة إنها سحبت سفيرها في أعقاب تقارير إعلامية عن تصريحات الرئيس الفرنسي والتي لم يتم نفيها. كما أغلقت الجزائر اليوم الأحد مجالها الجوي أمام الطائرات العسكرية الفرنسية، وهو ما أكدها الجيش الفرنسي. وقالت رئاسة الجمهورية الجزائرية في بيان إنه على خلفية التصريحات غير المكذبة لعديد المصادر الفرنسية والمنسوبة للرئيس الفرنسي، ترفض الجزائر رفضا قاطعا أي تدخل في شؤونها الداخلية، وهو ما جاء في تلك التصريحات. وكانت وسائل الإعلام المحلية قد أفادت بأن قرار استدعاء السفير تزامن مع تصريحات نقلتها الصحافة الفرنسية عن ماكرون هاجم فيها مؤسسات الدولة الجزائرية وبالأخص المؤسسة العسكرية.
والخبر الأخير في هذه النشرة: لقي 4 أشخاص بينهم 2 من أعضاء طالبان وصحفي محلي مصرعهم في هجوم مسلح شنه مجهولون في مدينة جلال آباد شرق أفغانستان عاصمة إقليم نانغرهار. وقالت لجنة حماية الصحفيين الأفغان إن الحادث وقع بعد الظهر السبت 2 أكتوبر في الحي الخامس بجلال آباد، وإن الصحفي المحلي سيد معروف سادات قتل مع 2 من عناصر طالبان ومدني آخر، كما أصيب نجل الصحفي ومدني آخر. وأضاف البيان أن الصحفي الأفغاني تعرض لهجوم من قبل مسلحين وهو في طريقه لحضور حفل. ونددت اللجنة بوفاة سادات ودعت طالبان لتحديد ومحاكمة الجنات. وكان السيد معروف سادات يعمل لعدة سنوات في قنوات صباح الخير أفغانستان وأريانا وعدد من وسائل الإعلام المحلية الأخرى في نانغرهار. ختام النشرة إليكم أبرز ما جاء فيها: إصابة مواطنة واحدة بفيروس كورونا وشفاء 12 مواطن. نمو جيد للمزارع في عالدقيح. بناء مدرسة ابتدائية في منطقة مقركة بالقاش بركة. المنقوش: مجموعات من المقاتلين الأجانب بدأت بالخروج من ليبيا. الجزائر تستدعي سفيرها في باريس احتجاجا على تصريحات وصفتها بغير المسؤولة لماكرون. ومقتل 4 أفغان بينهم صحافي و2 من طالبان بهجوم في نانغرهار. إلى اللقاء.